حسام عاشور بقى له فتره قاعد يشكي ويتشكى من غدر الصحاب، وزعلان جدا من محمد الشناوي، وبيقول اللي ما وقفش معايا في شدتي مش عايزه معايا في الفرح. محمد الشناوي كنا اخوات، بعد مشكلتي مع الاهلي توقف عن الكلام معايا نهائيا، كنت منتظر يتصل يسال عليا مره واحده بس. طيب محمد الشناوي زي ما انت بتتكلم كده غلطان يا سيدي، طلع صاحب اي كلام. انت بقى يا حاج حسام فين مخك لما سبت الاهلي؟ انت راجل كنت وصلت تقريبا ل 36 سنه، والاهلي عرض عليك عروض ما اتعرضتش على اي لاعب قبل كده. قال هيعمل لك ماتش اعتزال وهتاخد انت فلوس ومش عارف هيعمل لك ايه وايه وايه، وهتلاقي الشغل مضمون ليك، الشغل بتاعك كان هيكون مضمون ليك. انت بعد 36 سنه عاوز تحقق ايه لسه؟ وهتحققه مع مين؟ ما هو اللي عنده التحقيق انت بتمشي منه، هتحقق عند مين بقى؟ ما خلاص انت ضيعت نفسك بنفسك بسبب مخك اللي مش كويس، تفكيرك اللي مش كويس، ضيعت نفسك. لو كنت فضلت في الاهلي او اعتزلت من وانت في الاهلي كنت هتبقى اسطوره، الجماهير كانت هتعملك اسطوره، وكانت هيبقى لك برامج ووظيفه في النادي، وكل اللي هيستضيفك يقول لك الاسطوره 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 الاسطوره. بس للاسف انت عشان تلعب سنه ولا اتنين عشان شويه فلوس زياده ضيعت فلوس بالكوم كانت جايه لك بعد كده. فصدقني والله المشكله عندك انت في مخك، انت في تفكيرك، انت اسأت التقدير، تقدير الموقف كله وتقدير نفسك. بالنسبه للاخ ابراهيم سعيد بشوفه حاطط محمد صلاح في دماغه. انا مش شايف من كلام ابراهيم سعيد على محمد صلاح غير حاجه واحده بس ان ابراهيم سعيد متغاظ ومتفرتك وحقود وحاقد وحاسد على محمد صلاح. يا ابني كل اللعيبه اللي في مصر في حته، ومحمد صلاح لوحده في حته تانية خالص. محمد صلاح في دنيا وانتوا كلكم في دنيا تانية خالص. كل اللعيبه اللي لعبت قبل محمد صلاح في ناحيه، ومحمد صلاح لوحده في ناحيه تانية خالص. كل اللعيبه دماغها في ناحيه ودماغ محمد صلاح في ناحيه تانية خالص. الفرق بينك يا ابراهيم سعيد وامثالك كلهم، الفرق كله في العقول. انت وامثالك كلكم مع بعض كده ومحمد صلاح، يعني الفرق كله في العقل. هو كان محمد صلاح بيقول لك المنتاليتي صح، الفرق فعلا في المنتاليتي دي. هو منتاليتي في حته وانتوا كلكم منتاليتي في الحته اللي ورا. قاعد تقارن نفسك بمحمد صلاح وتقول لي انا كنت كابتنه فين؟ انت لعبت معاه ايه ولا فين؟ وبعدين ايه يعني كنت كابتنه؟ يعني ما انت مش هيكون لك احترام الا اذا كنت محترم. شوف سنه تقريبا 2019 لما كان المذيع بيتكلم مع محمد صلاح بيقول له النجم والاسطوره حاجه تقريبا بنفس المعنى كده، يعني قال له لا النجم هو اللي قاعد جنبكم في الاستوديو. كان بيتكلم على محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه نجم واسطوره فعلا، بس مش بلعبه بس، مش بمهاراته بس، باخلاقه كمان. بلاش شغل الحق والغل اللي عندك ده من محمد صلاح. سلك نيتك عشان ربنا يصلح حالك.